بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة كشري. كشري زي محلات وسط البلد. طبعا هيبقى أرخص بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره، وطعمه أحلى وأنضف بكتير طبعا. الطعم فعلا أحلى، والبصل بقى مقرمش كده معانا. في ناس كتير بتسأل عن البصل المقرمش. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا، والصلصة نفس الطعم، ودقة الشطة، والعدس اللي هو بيبقى مفرفر كده ونفس اللون والطعم وكل حاجة. أول حاجة هنعمل مقدار النهاردة. هنحط نص كوباية سمسم، نص كوباية حمص الشام. هننقعه كده. وهنجيب بصلتين، مش شرط بقى بصل ابيض او بصل احمر. البصل هنقطعه كده بالنص، علشان خاطر البصل نعمله مقرمش. هنشوف دلوقتي هنعمله ازاي. هيبقى مقرمش معانا زي بتاع المحلات بالظبط واحلى كمان. هنجيب المبشرة اللي هي هنعمله النهاردة في الكبة، ممكن في الكبة او ممكن في المبشرة اليدوية. طبعا معظمنا النهاردة عندنا كبة في البيت. هنعمل في المبشرة بتاعة البطاطس الشيبسي. هنقطع البصل بالمنظر اللي حضراتكم كده شايفينه. مش هنحط لا نشا ولا هنحط دقيق. بقى البصل معانا بالمنظر دوت. طبعا في منه متقطع كويس وفي منه متقطع كده شرايح. هقطعه هكمل تقطيع بالسكينة عشان اتأكد ان كل كمية. بص اللي متقطعتش معايا بالكبة هقطعها كده بالسكينة بالمنظر دوت لما اقطع كمية البصل كلها. المهم ان هي النهاردة عشان يطلع مقرمش معانا لازم يتعمل بالمبشرة بتاعة الشيبسي او بالكبة زي ما عملناه دلوقتي كده. مش هنحط بقى لا نشا ولا دقيق ولا سكر ولا اي حاجة من الحاجات، هي كده بس. يعني حاجتين ممكن يطلعوا البصل معانا مقرمش، ان احنا نقطعه بمبشرة الشيبسي ونحطه في زيت. تاني حاجة زيت مش سخن. هحطه كده في الزيت وهو ساقع، وبعد كده هحطه على النار. هتشوفوا حضراتكم دلوقتي البصل هيبقى مقرمش معانا ازاي. بعد ما اتحمر خلاص، هي اتحمرت كده معايا، هطلعه من الزيت عشان طبعا ناخد الزيت دوت ونعمل بيه طبختنا النهارده الكشري. شايفين بقى منظر ال ال البصل مقرمش وبيتكسر معايا كده، مفتفت معايا فعلا. اول حاجه هنعملها هنسلق المكرونه. معانا مكرونه اسباجيتي ومكرونه اللي هي الصغيره بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه دوت. وهنسلقها في ميه ساقعه. مش هنسخن الميه، هنسلقها في ميه ساقعه. ليه؟ هنحط طبعا معلقه ملح. الميه الساقعه بتخلي المكرونه ما تلزقش في بعضها. لما نسلق الميه في ميه ساقعه المكرونه، وما تخافيش مش هتعجن منك ولا حاجه. هنسيب المكرونه تتسلق وهنروح نعمل الصلصه بقى. هنجيب نص كيلو طماطم وراس توم كبيره. هنعملها ني في ني كده، بتدي نتيجه احلى. ومعلقه صلصه، معلقه الصلصه دي اختياريه. وهنحط حوالي نص كوبايه خل. كده الصلصه بتاعتنا، وهنضربها في الخلاط كده كله مع بعضه ني في ني. والزيت اللي احنا حمرنا بيه البصل هنحط شويه كده على الصلصه بتاعتنا. ونحط البهارات، ملح، فلفل اسمر، كمون، ونحطها على النار يا دوب بس تاخد غلوه واحده بس، وهنقفل عليها. يبقى كده الصلصه بتاعتنا خلصت، والمكرونه والبصل. نعمل بقى العدس هنغسله ونحط كده مقدار ميه بالشكل دوت ونسيبه يتسلق. يعني هنحطه على النار لما يتسلق. اول ما التسبيكه بتاعتنا كده تغلي معانا هنقفل عليها على طول، مش هنخليها تغلي كتير. اول ما تغلي على طول كده غلوه هنقفل عليها. وادي العدس بتاعنا على النار والمكرونه بتتسلق. العدس احنا عايزينه يتسلق، وهناخد الميه بتاعته
وهنعمل بقى فيه تكة كده في العدس. هناخد المية بتاعة العدس نحطها على العدس الأصفر مع الرز، ونسوي الرز بتاع الكشري. هنغسلهم كده غسلة عادية جدا زي ما بنغسل الرز، ونحط معاهم فلفل أسمر وكمون وملح برضو. هناخد المية اللي سلقنا بيها العدس ونحطها على الرز، ونحط الرز ونزوده طبعا شوية مية تاني علشان الرز يستوي معانا كويس. ونضيف برضو من الزيت اللي حمرنا بيه البصل، نحط منه شوية على الرز. العدس بعد ما اتسلق هنحطه كده في طاسة ونحطه على النار لما ينشف خالص من المية. التكة دي مهمة جدا، بتخلي العدس منظره كده زي بتاع المحلات بالظبط كده مفرفر وناشف. اما ننشفه خالص كده من المية بيبقى تحفة جدا. والرز هنحط عليه شوية زيت من بتاع البصل، واول ما يغلي هنوطي عليه النار ونسيبه لما يستوي. نرجع تاني للعدس. العدس بقى هنقلب فيه كده لما نتأكد ان المية اللي فيه نشفت تماما. يا ريت ما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس وندوس لايك حتى يصلكم كل جديد. الشطة بقى هناخد معلقتين من الصلصة ونحط بقى معلقتين كده من الصلصة، ونحط معلقة كبيرة او معلقتين من الشطة علشان نعمل الدقة بتاعة الشطة، ونزودها شوية مية ونحطها على النار برضو لما تغلي. اول ما تغلي هنقفل عليها. كده العدس معانا بقى بعد ما نشف خالص من الميه بقى منظره بالشكل ده، والمكرونه اتسلقت. الاكله دي سريعه جدا في التحضير، يعني يا دوب كده ما خدتش مني اقل من ساعه. هبدا بقى ان انا اجهز الطبق بتاعي والبصل بتاعي المقرمش اهوت. هنحط اول حاجه الرز بالمنظر دوت، وبعدين هنضيف المكرونه اللي هي المكرونه المقصوصه والمكرونه الاسباجيتي. طبعا احنا حطينا شويه زيت برضو من بتاع البصل، حطيناهم بقى على المكرونه بعد ما اتسلقت. هنفرد بقى المكرونه والرز بالشكل ده، هنجيب بقى العدس ده يعني تزيين طبق الكشري لو حبيتوا حضرتكم تشوفوا. والبصل المقرمش الجميل، والحمص بعد ما اتسلق. بعدين اللي هتنطق بقى معانا الطبق بالمنظر دوت اللون الاحمر الصلصه.
اتمنى الوصفه تكون تعجبكم، يا ريت تجربوها هيعجبكم جدا، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله.